الصوت ما يطلع. كلا للمحاصصة، كلا للمحاصصة، كلا للمحاصصة. نعم للعراق، نعم للعراق، نعم للعراق، نعم للعراق، نعم للعراق. هذا هو صوت ممثلين الشعب. اولا نقدم شكرنا وامتناننا للجماهير العراقيه الابيه التي خرجت في ساحه التحرير وفي الناصريه وفي العماره والبصره والواصل والمناطق الاخرى وجميع اهالينا الذين ساندوا البرلمان العراقي في دورته البيضاء ضد المحاصصه الحزبيه والطائفيه. وكذلك ندعو زملائنا اعضاء البرلمان الاخرين ان ينضموا مع اخوانهم وزملائهم في البرلمان العراقي المعتصم هذا اليوم في قبه البرلمان. نعم، وكان هذا اخواني الاعزاء، كان هذا خروجا عفويا من الساده النواب على هذا الاتفاق الذي حصل اليوم في جلسه مجلس النواب العراقي الموقر، حيث الرئاسات التفت على اراده الساده النواب وطرحوا اسماء لم نعرفها من قبل وارادوا منا التصويت عليها مجبرين مرغمين، ولكن هيهات والله سوف لن نصوت الا على من كان يخدم الشعب العراقي ونؤمن به ايمانا صادقا بانه يخدم الشعب والوطن. سوف نكمل ما قدمه الاخوان في ساحات الاحتساب، في ساحات العز والكرامه وبوابات الثوره وفي كل محافظات العراق. هذا الاعتصام هو اعتصام بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نواب الشعب العراقي هذا اليوم أبوا إلا أن يكونوا مع الشعب العراقي ويريدون أن يكون الإصلاح حقيقيا وشاملا، ويعني ما بدر من إخوانكم هذا اليوم. أولا نريد أن نعتذر من الشعب العراقي، لكن ليس بأيدينا حيلة، ولكن اليوم نحن ونحن النواب المعتصمون نعاهد الشعب العراقي على أننا نمضي في الإصلاح الشامل، نمضي في رفض المحاصصة الطائفية، نمضي في محاربة الفساد والدواعش في خندق واحد. اليوم النواب المعتصمون في هذه القبة حيمة الشعب العراقي أرادوا أن يصطفوا مع الشعب، ونحن رسمنا خارطة طريق للإصلاح الشامل من خلال إعادة تشكيل الرئاسات الثلاث، لأن وثيقة المحاصصة التي وقعت عليها الرئاسات الثلاث لم يبقى مجالا إلا بإزاحتها جميعا، وبالتالي سيكون